هيثم العدني شاب يمني في مقتبل عمره بيحلم يبقى له بيت وأسرة وحياة مستقرة. هيثم حياته اتحولت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حرفيا. في يوم من الأيام راح لخاله وقال له إن هو عايز يشتغل، فخاله دله على مزرعة في محافظة بعيدة جدا في اليمن، صاحبها راجل خليجي من سلطنة عمان تحديدا. راح هيثم واشتغل، وكان راجل أمين محترم بيصلي فروضه، وكان راجل يعني في حاله. لحد ما في يوم من الأيام صاحب المزرعة خد عليه وقال له تعالى ننزل سلطنة عمان. هيثم من باب الذوق ما رضيش يكسف الراجل وراح معاه سلطنة عمان. هيثم بيقول إن هو لما وصل هناك حس بحمى شديدة ودخل المستشفى، وما كانش حاسس بنفسه لمدة يومين كاملين. هيثم لما فاق قال خلاص أنا هرجع علشان أشوف شغلي وأشوف الدنيا عندي عاملة إزاي، وخصوصا إن هو مقبل على الزواج. ولما رجع صاحب المزرعة هيثم خد منه فلوس علشان يرجع ويتجوز، وبالفعل الراجل اداله فلوسه مشكورا وقال له اتفضل فلوسك اهي، ورجع واتجوز وكون بيته وبتاع. هيثم بعد ما خد شهر العسل وخد فترته في الجواز اتصل بصاحب المزرعة وقال له انا عايز شقة ليا علشان تكون قريبة من الشغل، وفي نفس الوقت اكون مواظب للشغل وتكون مراتي معايا فيها. صاحب الشغل قال له خلاص انا مفيش مشكلة، في شقة موجودة، هيبقى أوضة ليك انت ومراتك وأوضة ليا انا واختك. هيثم اتصدم وقال له أختي مالها؟ إيه علاقتها بالموضوع؟ رد عليه رجل الأعمال العماني وقال له ما أنا هتجوز أختك على سنة الله ورسوله. قال له خلاص كلم خالي، وخالي هو اللي هيفيدك في الموضوع ده، وخصوصا إن أنتوا معرفة وأكيد الموضوع هيكون تمام. كلم خاله فعليا واتفقوا على كل حاجة، لكن الأمور ما كانتش مظبوطة في حتة الأوراق، والراجل تقريبا كان بيتهرب من حاجة وبيقول لهم أوراق السفر وأوراق الجواز والكلام ده كله، فالموضوع ما تمش. عيلة هيثم رفضت الجواز من الأساس. وفي يوم من الأيام جت مكالمة من صاحب المزرعة لهيثم، المكالمة اللي غيرت حياة هيثم 360 درجة، المكالمة اللي خلت هيثم يتصرف بعد كده بعشوائية. اتصل بيه وقال له جيب لي أختك وتجيلي على المزرعة دلوقتي. قال له أنت بتقول إيه؟ أنا أجيب لك أختي بناء على إيه؟ قال له فاكر يوم ما كنت معايا في سلطنة عمان؟ قال له قال له انت تم الاعتداء عليك جنسيا في الفترة دي، وكل ده متسجل بالصوت والصورة، ولو ما نفذتش كل اللي مطلوب منك هتم فضيحتك على أوسع نطاق. هيثم اتجنن ومبقاش عارف يعمل ايه، وبعد تفكير قال له خلاص انا هجيلك في المكان الفلاني. واتفقوا على مكان معين، وفعلا هيثم راح له في المكان ده، بس ما راحش علشان ينصاع لأوامره، راح علشان ينتقم لشرفه. وأول ما شافه غرس السكينة في صدره ومات الراجل. وهيثم كسر التليفون، ودي كانت حركة مش تمام من هيثم إن هو يكسر التليفون، لأن دي كانت هتجيب له براءة بدال ما هو دلوقتي اتعدم. هيثم مات علشان كرامته، هيثم مات علشان شرفه.